What's up, Saudi? How you doing, man? سهل مصور اجنبي على راسي. Appreciate it, man. Thank you very much. حبيبي الغالي. Today we have another video. We talk about Qais and Layla. Can you tell me something about Qais and Layla, the whole story, the romantic story? Go ahead, please. فهمتك حبيبي. قيس وليلى ذولا كانوا عايشين عصر رومانسي. احنا هذا عصرنا اصبح مادي، اللي يقع بموقف سيء ليش يحله؟ يحله بتصرف مادي، ولو هي ممكن تصرف انساني يعني وراء دافع مادي، بس هاي نقطة بحر. رب العالمين من وزع العقول كل من عجب عقله، لكن من وزع الارزاق ما حد عجبه رزقه. لهذا السبب تشوف اللصوص وقاطعين الطريق يا سيد العزيز واحدهم متخيل نفسه هو اذكى المخلوقات، ولا يقول للبعض اذا في حاله اصبح القانون بيد الناس الاقوياء حتى يذبحون الضعفاء. اقول له لا، القانون هو ليش انحط حتى يكون سيف العداله ما بين الناس، حتى يحمي المظلوم ويخضع الظالم. لكن للاسف كل قانون له هفواته وثغراته اللي يستغلها الناس، بس هاي ما الوم بها القانون. ليش؟ لان شيء طبيعي، القانون ما يقدر وحده يحقق كل العداله، تبقى العداله كلها بيد رب العالمين، وأنا يمهل ولا يهمل. وعنج على السطر الاول، لان الفلوس صارت اهم شيء. تشوف الانسان ما عاد عنده وقت يخرز بضمير ابنه قيمه الحلال وجريمه الحرام. المدرسه والاسره مسؤوله عن هذا الشيء، وهذا خلى عندنا يعني جانب سلبي كبير، وخلى وضعيتنا مثل بحيره الاسماك، السمك الكبير ياكل السمك الصغير. Bro, how did you get this knowledge, bro? Wow, amazing! هاي موهبه ربك. Thank you, man. Appreciate it. Oh.